ال10 كراسي اتكسروا، ال10 كراسي اللي في الملعب دول ب20,000 جنيه، الزمالك هيدفعهم لانه مأجر الملعب، يعني هيتحمل نتيجه ان الكرسي اتكسر. تمام؟ واحد بتنطط ما بين الكراسي، 5 6 اتنططوا على الكراسي، كسروا كرسي، كرسيين، 3 4 5 10 وسط 3000 قاعدين في مكان، 10 كراسي اللي اتكسروا، فالزمالك بيتحمل نتيجه الكراسي دي، وبعديها بيومين 3 الكراسي بترجع بفلوس النادي اللي مأجر الملعب. يبقى فين حضرتك الشغب؟ واي كلام وخلاص. لكن لازم ارمي حته كده. نمره 2 من بدايه الموسم، الزمالك 3000 تذكره، فمرتضى منصور بيبيع ال 3000، الناحيه الثانيه التذاكر 3000، فمنهم 900 دعوه بيروحوا الناس للمعارف بجمهورها يعني، فاذ نفاجئ ان شركه تذكرتي تطلع بيانات ترد على الناس اللي بتتكلم في اي كلام. يا عم انا ما شفتش كده، ده انت ناقص لك شوكه وتمشي تطلع في الاعلام الرياضي بيها. ده راجل عنده قدره غريبه على قلب الحي، الصح يبقى غلط والغلط ده ممكن يقنعك ان انا لابس التيشيرت لونه اخضراني، هو مش اخضر. طب نديجي بقى للنادي الاهلي، نقول له بقى نديله ايه؟ الاسماعيلي كان بينافس على الهبوط وقعد بنقطه، اسوان لسه صاعد، الداخليه لسه صاعد. انا مش عارف القرعه دي، يعني انا لو عملتها بنفسي مش هتعمل. انا لو عملتها بنفسي للنادي انا اهلاوي. لا ده لو الاهلي عملها بنفسه، لو الاهلي اللي عملها انا اهلاوي وعملتها بنفسي للنادي الاهلي مش هطلعه كده، هتكسف اطلعها كده. الاتحاد السكندري كان بينافس على الهبوط، طلع الجيش فرقه كويسه جدا رابعه، بس مشوا المدرب علشان طلع رابع، فاذا الاربع فرق الاولانيين اللي صاعدين، فكده الاهلي ياخد كل البناط كده، نوقع الزمالك يبقى ضمننا الدوري. طب لا، طب الكاس، طب ما الزمالك لازم يطلع في نص الكاس، طب نديله مين؟ طلع ركيل قدامه كده، نديله طريق اول ماتش نديله سهل عشان ما يتكلموش علينا، يبقى دوري وكاس. نديله الداخليه نكسبها بالعافيه، نديله اسماعيلي اللي هو عايز بطوله بقى عشان يرضي جماهيره والنادي الشعبي الجميل. هو الاسماعيلي على حسب بقى بيلاعب الاهلي في الدوري يبقى فرقه على الله حكايتها، بيلاعب الزمالك يبقى فرقه جامده. الناس دي يا جماعه خلاص اللي هنا بقى ضايع، لان لو في عقل ما كانوش شجعوا الزمالك اساسا. صوت طيب.